يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا. من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. يجعل له من كل ضيق مخرجا. ايه ده؟ ايه يا حوده انت جايب الحاجات دي ليه؟ اسمح لي يا عبودة، اخوك حوده اختراع جامد هيفيد البشرية كلها. انا اتعرض عليا مليارات من دول اجنبية، بس حوده وطني. ايوه حوده وطني يا بلد، ومش ممكن ابدا يفرط في الاختراع بتاعه الا البلد والولاد بلد وولاد البلد، بس يدفعوا برضك يعني. ما شاء الله ما شاء الله، حاجة مشرفة جدا الحقيقة. طيب ممكن تعرض للناس الاختراع الهايل بتاعك؟ اعزائي المشاهدين، حوده على فكرة موضوع اعزائي المشاهدين ده بطلوه من السبعينات، انا مش عارف انت مصر عليه ليه؟ تصدق مفيش اختراع؟ انت قفلتني، انا كحوده اتقفلت منك خلاص. ما تتقل يا عم وتشوف الاختراع الاول وبعد كده بقى اتكلم يابا. خلاص حقك عليا يا نجم، انا اسف، اتفضل. أعزائي المستمعين، مكونات اختراع حوده كلها متوفرة في البيت المصري الأصيل. كولدير مية وكوباية ومعلقة وسكر وسخان بتاع مية. ايوه يعني فين الاختراع؟ ما تتقل يا عم، ما أنا جاي أهو، أنا كحوده جاي. إحنا نجيب الكوباية ونملاها من الكولدير من الحتة اللي بتنزل مية سخنة، وبعدين يا عم نفضيها فين؟ نفضيها في السخان، ونحط الشاي بتاعنا والسكر على ما المية تغلي، واول ما الميه تغلي نفضي الميه فين؟ في الكوبايه بتاعتنا يا عم، وبعدين نقلب يابا. دوق بقى كده عبوده وقول. جميل الله ينور، بس برضه فين الاختراع؟ ايه اللي فين؟ ما هو في ايدك اهو يا عم. ده الاختراع؟ كوبايه شاي من اللي كان بيشربها الفراعنه وتقول لي اختراع؟ عبوده بص، شغل دماغك معايا يا عم. الاختراع بتاع حوده هو اختصار الوقت، بدل ما تاخد ميه ساعه والسخان يقعد كتير على ما تغلي، فاختراع حوده بيقول لك خد ميه سخنه وحطها تغلي بسرعه يا اخو. اختصار للوقت ده يابا ولا مش اختصار؟ مش احنا في عصر السرعه يا زميلي؟ مش الوقت كالذهب اليس الوقت كالسيف عبوده الا ان تقطعه وعلم عليك. طب بص، اولا الله ينور على الشاي، ثانيا ده مش اختراع ولا حاجه، وانا اصلا كنت بعمل كده من قبل ما انت تقول لنا على الفكره الهايله بتاعتك دي يعني، فكفايه بقى وشيل الحاجات دي وروق الاوضه. انتوا كده دايما محبطين، وانا كحوده كنت عارف ان انتوا هتتريقوا على الاختراع. اذا كنتوا اتريقتوا على العظماء اللي قبل حوده ما حدش سلم منكم يابا، يبقى حوده البرنس باختراعه الكبير ده هيعدي منكم كده؟ هيعدي كده بالسهل؟ يا لكم من اعداء للنجاح واعداء للوطن، حقيقي اعداء للوطن. يا حوده بص، احنا لو كنا ضد مجموعه مستبده بتتحكم في مقدرات الوطن فعمرنا ابدا ما كنا ولا هنكون ضد الوطن. احنا زعلانين من اللي عملونا مسخره بين الشعوب بالوهم اللي بيبيعوه للناس في اعلامهم، ومش واخدين بالهم ان بقى في سوشيال ميديا الاخبار بتلف فيها العالم في ثانيه. يا حوده احنا سمعتنا بقت وحشه قوي في موضوع الاختراعات ده، فنصيحه من اخوك بلاش منه وشوف لك حاجه ثانيه. طب يا عم خلاص، لو حوار الشاي ده مش عاجبك بناقص منه، تجرب مع حوده اختراع اليانسون. انت شيخ وهيعجبك، انا عارف هيجي معاك سكه، انتوا بتحبوا الحاجات دي. رمضان ويا حبيب رمضان.